ضرب معتمر وزوجته في قلب الحرم المكي. مشهد صادم هز السوشيال ميديا وخلى الناس كلها تسأل ازاي شرطي سعودي يمد ايده على معتمر وزوجته جايين من اخر الدنيا عشان يعبدوا ربنا في اطهر بقعة على وجه الارض. الفيديو اللي انتشر بسرعة البرق على كل منصات السوشيال ميديا، وظهر فيه راجل امن سعودي بيشد ست على الارض وكمان بيضرب جوزها اللي لابس لبس الاحرام وبيزعله قدام مراته اللي كانت بتحاول تبعده عنهم. لكن المفاجأة ان راجل الامن ده فقد اعصابه وابتدى يتعامل بعنف شديد مع الراجل المعتمر وسط ذهول كل المعتمرين. الناس اتقسمت نصين، في اللي قال اكيد المعتمر عمل حاجة غلط، وفي اللي قال حتى لو غلط مفيش مبرر للضرب جوه الحرم. بعد الضجة دي كلها القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة طلعت ببيان وقالت إنها ظبطت الشخص اللي ظهر في الفيديو وإنهم هيتخذوا معاه الإجراءات اللازمة، بس البيان ما قالش مين اللي غلطان بالظبط ولا وضح سبب الاعتداء ولا حتى مصير الراجل اللي اتضرب هو ومراته، وده اللي زود الغموض أكتر. ليه السعودية ساكتة وليه مفيش تحقيق علني ولا توضيح رسمي للرأي العام؟ هو المعتمر ده هيرجع له حقه ولا هيتقفل الموضوع كأني مفيش حاجة حصلت؟ الشهود اللي كانوا في المكان قالوا إن الراجل المصري كان بيحاول يصور ذكرى لزوجته، وده اللي خلى الشرطي يتدخل بعنف بحجة إن التصوير ممنوع جوه الحرم. لكن لو حتى ده السبب، هل المنظر اللي شفناه يستحق كل اللي حصل؟ هل فعلا بعض أفراد الأمن بيتعاملوا بأسلوب قاسي من غير رقابة؟ ولا دي مجرد حالة فردية اتضخمت على السوشيال ميديا اللي محدش جاوب عليه لحد دلوقتي؟ فين حق الراجل ومراته؟ وهل السعودية هتطلع ببيان يوضح الحقيقة ولا الموضوع هيتنسي ويروح وسط الزحمة؟ هستنى رأيكم في الكومنتات.